طبعًا الجروح العاطفية موروثة وراثة نفسية من الأهل، يعني زي ما بنورث منهم الشكل والصفات برضه بنورث منهم جروحهم العاطفية الصدمات أو المشاعر اللي عاشوها في الصدمات ومشاكلهم النفسية. آآ أول جرح بيتكوّن عند الطفل هو جرح الرفض، وبيتكوّن في بداية الحمل أو في أشهر الحمل الأولى. الجرح الرفض ده بيسبب عندنا شعور دائم بالرفض من الآخرين، وإننا غير مرغوب فينا، وإننا أشخاص غير محبوبين حتى من أقرب الناس لينا، وبيشكك في وجودنا وفي حقنا في الحياة، ويعني بنشعر إننا ما نستحقش الحياة، ما نستحقش البقاء في هذه الدنيا يعني. والجرح ده بينشأ نتيجة الاحتياج الكبير للحب، واحتياج إلى استقبال الحب من بداية وتكويننا وإحنا جنين في بطن أمهاتنا. الشخص اللي عنده جرح الرفض بيكون في رحلة بحث دائمة عن الحب منذ ولادته، وبعد كده بيبحث عن الحب عند الأبوين، بعد كده بيبحث عنه في الخارج. والهارب اللي هو القناع اللي بيحتمي بيه الشخص اللي عنده جرح الرفض من الألم بيبقى قناع اسمه قناع الهارب. الهارب ده بيبقى كل نقد موجه ليه بيعتبر إنه رفض موجه ليه. أنا أي شخص بينتقد الهارب بيعتبر إن الشخص ده ما بيحبنيش، أي نقد بيعتبره رفض لشخصيته ورفض لذاته. الشخص اللي عنده جرح الرفض لأنه كتلة الألم موجودة جواه، فبالتالي بيجذب أشخاص يشعروا بألم الرفض مرارا وتكرارا. واللي عنده جرح الرفض بيرفض وبيترفض، يعني زي ما هو ما بيتعرض للرفض هو كمان ب... ب... زي ما بيترفض هو كمان بيرفض. عشان كده تبقى علاقاته غير متينة وما بيتمسكش بعلاقاته، وعادة هو اللي بيتسبب في الانفصال الأول، لأنه بيخاف إن الشخص اللي قدامه يرفضه فبيسبق هو بالرفض ويهرب. عشان كده قناعه هو الهارب كمان من علاقاته، لأنه بيعتقد إنه شخص غير محبوب وغير مرغوب فيه، فبالتالي هو مش هيقدر يسعد غيره، فبالتالي هو عنده اعتقاد من جواه إن هو لا بيحب ولا بيتحب، لا هو بيقدر على الحب ولا كمان إن الآخرين يقدروا يحبوه بسبب الجرح اللي اتعرض له في طفولته من بداية تكوينه. هو شخص ما بيعبرش عن ذاته وبيخاف من تعبيره عن ذاته، ونادرا ما بيبدي رأيه. ليه؟ لأن بيعتقد إنه لو رأيه اترفض أو لو عبر عن ذاته بحرية واترفض، فده معناه كأنه رفضه لذاته، وإنه ده بيفعل عنده نفس ألم الجرح القديم، وكتلة الألم بقى كلها، كل المواقف اللي اتعرضها للرفض كلها بتبقى كده شريط بيتكرر عليه. هو شخص دايما بيقلل من قيمة نفسه، ودايما بيكون خايف إنه يكون عبء على الآخرين، أو إنه يقلق راحة الآخرين، أو إنه يزعجهم. كل حاجة كده بيحس إنه لأ، أنا هضايق هزعج الآخرين، لأ أنا مش عايز أكون عبء على غيري. بيبقى حساس لدرجة رهيبة في الحتة دي. وعامة هو شخص برضه بتبقى شخصيته حساسة جدا، لأنه بيبقى حساس لرفض الآخرين ليه والانتقادات الآخرين ليه. كمان شخص بيبحث عن المثالية والكمال حتى لا يتعرض للنقد من الآخرين، ولأنه أي نقد بيعتبره رفض ليه، ولأنه كمان إذا أخطأ فتصدر بشأنه أحكام من الآخرين، يعني الآخرين هيطلقوا أحكام عليه لو أخطأ. هو طبعا حساس أصلا للنقد الآخرين، وبالتالي إن ده بيفعل عنده نفس ألم الرفض أو آلام الرفض بقى اللي تعرض لها خلال حياته. من كده دايما لما بيبقى حساس للرفض أو خايف من رفض الآخرين، رد فعله التلقائي بدون وعي منه هو الهروب من المكان اللي هو فيه، ممكن يغير مكانه كذا مرة، الهروب من العلاقة، حاجات كتير كده تدل على الهروب. يكون أفضل له إن هو اللي يهرب ويرفض، أفضل ويهرب من العلاقة أفضل من إنه هو اللي يترفض ويتعرض لألم الرفض تاني. وعشان يتشافى الهارب عليه أن يدرك أن رب العالمين سبحانه وتعالى بيحبنا كلنا حب غير مشروط، فيدرك ويستشعر الحب العميق ده من رب العالمين، وأن ربنا بيقبلنا قبول غير مشروط بدون حدود. فلما ندرك كده هيبدأ في التشافي، وبالتالي هيبدأ يحب ذاته ويقبل ذاته من حب وقبول رب العالمين ليه، وبالتالي وقتها هيقدر يسامح نفسه ويسامح الآخرين. وما يدرك إن الآخرين هم كمان مجروحين وتعرضوا لطفولتهم لنفس الألم ده، وإن هم اترفضوا برضو من أهلهم زي ما هو اترفض زيهم. يعني مجروح بيجرح مجروح من الآخر. واجه مخاوفه وإنه يبدأ يعبر عن ذاته
ويتغلب على خوفه من أحكام الآخرين عليه، وإنه ما ياخدهاش بشكل شخصي، إنه لو حد بينتقد فيّا حاجة هو بينتقد الحاجة دي مش بينتقد ذاتي ولا بينتقدني أنا كلّي على بعضي. الرفض بيبقى عنده رفض لذاته أولًا، فهو بيحس كأنه هو في خطأ ما، هو بيحاول باستمرار إنه يصلّح نَفْسه عشان يحصل على القبول، وبرضه بيبقى مشاعر الرفض غالبة عليه، وبيبقى كمان تقديره لذاته منخفض، بيحس إنه محتاج يثبت نَفْسه عشان يتقبل، بيبقى غالب عليه إحساس إن هو مرفوض من الأول، مهما عمل هو برضه مرفوض، من جوّاه بيبقى عميق الإحساس ده جدًا. وزي ما هو بيبقى خايف من نقد الآخرين ليه، هو بيبقى كمان بينقد ذاته بشكل مفرط، وبيبقى بيرفض نفسه بالنقد. في العلاقات بيبقى عايش في توتر، بيخاف إنه يتساب أو إنه يتقل على اللي بيحبه، بيفسر أي برود عاطفي أو أي تأخير في الرد على إنه ده علامة رفض ليه. كمان بيبقى محتاج إن الطرف الآخر على طول يأكد عليه ويطمنه إنه بيحبه وإنه مش هيسيبه، إنه مهم بالنسبة له، لإنه في جواه صوت كده بيأكد عليه حتى مهما بيعمل له كل ده، إنه لأ هيسيبني، لأ هيرفضني ويسيبني، هيتخلى عني. كمان بيبقى عايز يرضي الطرف الآخر بأي تمن، إنه ممكن يتنازل عن راحته أو يتغاضى عن حاجاته، كل ده عشان يحس منه بشعور الحب أو إنه محبوب منه. وطبعًا قُلنا إنه للأسف بدون وعي منّه بيختار شركاء برضه بيرفضوه ويأكدوا عنده الجرح ويعيد يحس بآلام نفس الجرح مرّة تانية، وقُلنا كمان إنه بيفضّل إنه ينسحب قبل ما هو يتساب أو قبل ما يحس إنه اترفض، اللي هو ممكن ينسحب فجأة من غير أي تفسير لمجرد بس إنه حس إن الطرف الآخر اتغيّر عليه أو حس منّه إنه مرفوض أو مش مقبول من ناحية الطرف التاني. بيقارن نفسه بالآخرين، بيشوف إن غيره محبوب أكتر منه أو يستحق أكتر منه، وده ممكن يخلق عنده غيرة خفية أو إحساس بالنقص، وبيفضل إنه العزلة ويتجنب التجمعات أو النقاشات، ويعني لما ندخل مكان مزدحم كده الشخص اللي بيبقى قاعد في ركن كده لوحده بعيد ده بنعرف إنه ده عنده جرح راس، بيفضل ينعزل أو إنه يكتفي بعلاقات سطحية مش علاقات عميقة، لإنه لو علاقات عميقة بيخاف إنه يترفض وإنه يتشاف على حقيقته إيه، أو على حقيقة الرفض اللي جواه ورفضه لذاته ده، وبيخاف إنه يتعرض لألم الرفض مرة تانية لو اتعمقوا العلاقات بتاعته. وطبعًا آخر حاجة بيبقى عنده صعوبة في استقبال الحب، بيشعر إنه لا يستحق الحب، وحتى اللي بيمنحه الحب ممكن يشك في النوايا، هو بيديني الحب ليه، عايز إيه، طب نيته إيه من كده، بيفسرها تصرفات كده برضه تحسسه بالرفض.